الابلكيشنز اللي انا هكلمكم عنها دلوقتي هي من الابلكيشنز المهمه اللي انت لازم تكون دلوقتي بتستخدمها، عشان لو انت مش بتستخدمها مين اللي هيستخدمها؟ اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. زي ما شفتوا من عنوان الفيديو ده، هو فعلا الابلكيشنز دول انا بقيتش اقدر استغنى عنهم، وجيت قلت لازم اقولها لكم، وحتى لو انتوا عارفينها عرفوها للناس التانية، قولوا للناس التانية استخدموها، اعملوا شير للفيديو ده وقولوا للناس التانية استخدموا الابلكيشنز دي، لان الابلكيشنز دي سواء كنت دكتور، سواء كنت طالب، سواء كنت مدرس، سواء كنت اي حاجة، الابلكيشنز دي مهمة جدا جدا جدا. في اول ابلكيشن معانا وهو نوت بوك LM جوجل. تحفة يا جماعة، تحفة. ده يعني دلوقتي حاليا مبقتش اقدر استغنى عنه، لانه من الحاجات الحلوة قوي قوي قوي. اوريكم فيديو دلوقتي. هو ممكن تعمل ابلود لPDF، تعمل ابلود للينك على اليوتيوب، ممكن تعمل كمان ابلود لتكست او اي حاجه انت نفسك تحطها حطها، وبعد كده هو هيعمل جنريت، وممكن تتكلم بقى معاه تقول له سمرايز مثلا للكلام بتاع الفيديو ده، سمرايز مثلا للPDF للبوينتس المهمه، قول لي الحاجات المهمه في الPDF. وكمان مش هيقف عن الحته دي بس، لا، ده ممكن يعمل لك فيديو، ممكن يعمل لك اوديو، ممكن يعمل لك مايند ماب، ودي حاجه تحفه. انا بقيتش اعرف استغنى عن المايند ماب دي، لان هي اللي بتلخص لي الليكتشرز كلها. وكمان فلاش كاردز، لو انت حابب ان انت تعمله كشكل فلاش كاردز، كويزز. فبصراحه لا يعني ده معجزه، لو قعدت اتكلم فيه كتير قوي قوي مش هقدر ابطل. وعلى فكره unlimited، يعني نزل ليكتشرز براحتك وPDFs براحتك، انا حتى الان unlimited معايا. فبصراحه لا، خطير، لازم تجربوه. You hear it everywhere, right? But what does it actually mean? Let's just push all the complicated jargon aside for a second. Today, we're going to get to the heart of what AI is by starting with something a little simpler, just plain old intelligence. Okay, let's unpack this. We are diving straight into the real foundations of artificial different from just, regular programming, isn't it? You see these terms like rule chaining. Yeah, which is essentially just a structured way of linking Ivan rules together. تاني برنامج، وهو من البرامج اللي كانت موجودة زمان قوي وانا ما استخدمتهاش غير حاليا، لان لقيت ناس كتير بتقول انتوا ازاي برضو لسه ما استخدمتوهاش، فقلت واي نوت ان انا اروح استخدمها. فهو نوشن من البرامج الحلوة جدا اللذيذة. انا استعملته حبة حلوين كده، وقعدت ادخل واشوف تفاصيله وحاجاته. حلو قوي، بينظم دراستك، بينظم حياتك كلها، وفي حاجات حلوه كتير قوي قوي انا لسه ما اكتشفتهاش. وانا لسه بتعلم نوشن بصراحه، لان انا حاسس ان هو محتاج حد يعلمني نوشنز كده. سمعت كام توتوريال على اليوتيوب خطير برضو، علمتني كذا حاجه كتير. هبحاول احط لكم الفيديو اللي انا شفته، وحاجات حلوه قوي. هتلاقي ناس كتيره جدا بتعلمك توتوريال نوشن، فبجد بجد بجد هو عظيم. وكمان في تريكايه كده، كان واحد صاحبي كان عاملها، وهو كان بيحط مثلا ككودينج، مثلا بيحط كود، الكود ده مثلا ما كانش عارف يحله وحله بعد كده، فبيروح يحط الكود ويسجل بعديها فويس نوت ايه هي الحاجات اللي وقع منه، ويعمل لها سيف عنده في نوشن. فبصراحه يعني حاسس ان الموضوع خطير، بس انا لسه ما تعمقتش فيه، بس انا جيت اقول لكم عشان اشارككم ان انا وانتوا نتعمق فيه كده ونستخدمه كتير. اخر حاجه بقى وهو برنامج ترتيل، من البرامج بصراحه اللي يعني مقدرش استغنى عنها، لان بقت حلوه قوي. الناس اللي عايزه تحفظ قران، الناس اللي عايزه تقرا قران، خطير يا جماعه. ليه بقى؟ هقول لك التريكس بتاعته. اول حاجه، هو بيبقى ليك حوالي 7 ايام فري ترايل ان انت تجربه. بيبدا ان انت لما تيجي تسمع، بيبدا ان هو يخفي لك الصفحه كلها، وتبدا انك تسمع اي غلط في التجويد، اي غلط في النطق، يبدا ان هو اي غلط حتى في الايه، يبدا ان هو يهز لك الموبايل، يعمل صوت كده فايبريشن، ويقول لك ان هي غلط وما يكملهاش، انت افتكرها. وطبعا هو ليه اشتراك، ممكن تشترك فيه، خطير يا جماعه. وحتى لو قررت انت مش عايز تشترك فيه وعايز مجرد بس يبقى معاك، انت في اللي هو برضو نفس الكلام، بس مش هيعمل لك فايبريشن، مش هيعمل لك صوت اهتزاز مثلا لما تغلط او كده، لا، هو هيبقى شكلا بس، او في الصوره بس، مش هينبهك بحادثه السمع يعني. فهو خطير قوي، انا استخدمته وحاليا بستخدمه، وفعلا فعلا فعلا فرق معايا جدا في الحفظ، في حفظ القرآن عموما. لما باجي مثلا اراجع او كده، بينبهني مثلا الحته دي غلط، وبنسى حاجه، سبحان الله بتتحط بقى في عقلي، لان هو
لقيت في حاجه مثلا فايبريشن، حاجه سمعت معاك كده، فانت عمرك ما هتنسى الحته دي ان هي وقعت منك. عشان مرضاش ان هو يعمل ريكورد وانا بعمله. هو حاليا اول ما تفتح البرنامج انت بتبدأ انك تختار الصورة اللي انت عايزها، واول ما تختار الصورة اللي انت عايزها بيبدأ ان هو يظهر صفحة بيضة كده لما تعمل ان انت عايز تخفي الصفحة كلها، وبعد كده بتبدأ ان انت تقرأ. فاول ما بتقرأ بيكمل الآية معاك زي ما انت بتقولها صح، ولو قرأتها غلط او مثلا سبت آية زي ما انا مثلا عملتها بس هي مظهرتش في الصوت، بيبدأ ان هو يروح على طول ظاهر لك وعمل لك فايبريشن كده وعمل لك خط احمر ان انت غلطت في الحته دي او ان انت ما قلتهاش. وكمان خلي بالكوا لما بتيجوا تفتحوا اصلا كمان الابلكيشن كمان مره وتيجوا تقراوا الصوره كمان مره بيعلم لك على اللي فات ان الحته دي انت نسيتها. فبصراحه التلات ابلكيشنز دول من الابلكيشنز الحلوه قوي 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 اللي انا جيت قلت لكم ان انتوا لازم تيجوا تجربوها، لان انا جربتها وفرقت معايا قوي، فحبيت انتوا كمان تجربوها. فلو حسيتوا ان انتوا محتاجين تقولوا لحد الكلام ده ابعتوا له الفيديو ده حالا وقولوا له جرب الابلكيشنز دي. وكمان ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي كومنت اي ابلكيشنز انتوا بتحبوه قوي وعمركم ما تقدروا تستغنوا عنه، وكمان قولوا لي لو انتوا جربتوا الابلكيشنز دي ولا لا، ولو في كده هاك كده صغيره في اي ابلكيشنز قولوا لي. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تتابعوني على الانستجرام، حاجات كتيره حلوه بتنزل هناك. وبس يا رب اكون فدتكم حتى ولو نزلت 1%، واشوفكم الفيديو جاي. باي باي.